كنت اعرف ان في النسخه الموازيه من قصه الجميله والوحش الوحش كان هو فعلا الشرير، والاهم من كده هي ليه اصلا الجنيه حولته لوحش. لا وفي تفاصيل تانية مرعبه اكتر زي التعذيب والقتل احكيها لك بقى في النسخه دي. قصة الجميلة والوحش اللي احنا شفناها في الفيلم كانت بتتكلم عن ان في ملك كان عامل حفلة كبيرة وجمع بقى كل الخدم والحشم بتوعه وكل الناس اللي يعرفهم، وعدت عليه في اليوم ده ست عجوزة ولكنها في الحقيقة جنية، ولما رفض بقى ياخد منها الورد عشان هو مغرور لعنته، واللعنة دي هتفضل معاه ولو وصل لحد 21 سنة هيموت الا لو قدر ان هو يلاقي واحدة تحبه زي ما هو بشكله وما تبصش غير لطيبة قلبه. وبتدور بقى احداث الفيلم وهو فعلا بيقابل بنت جميلة اسمها بيل بتشوف الخير الموجود جواه وبتتجوزه، وساعتها اللعنة بتاعته بتنتهي وبيتحول لبني ادم، وده القصة اللي احنا شفناها بتاعت ديزني. لكن هل انت بقى تعرف ان القصص بتاعت ديزني اللي احنا بنشوفها في الافلام في نسخه تانية بل مجموعه كتب كامله عاملاها ديزني بتحكي فيها نفس القصص ولكن برؤيه مظلمه ومرعبه وما تنفعش ان في طفل يسمعها. الكتب دي اسمها تويستد فري تيلز، وقصه الجميله والوحش اللي هحكي لك النهارده هي من كتاب منهم اسمه از اولد از تايم. والبدايه بتاعت القصه الموازيه بتختلف عن الفيلم في حاجات كتيره. بتبدا القصه بواحد اسمه موريس، الراجل ده كان راجل عالم ومخترع وكان ذكي جدا وبيحب القرايه، وفي يوم من الايام هو يلتقي ببنت اسمها روزلاند. روزلاند ديت وركز معاه كويس كانت بنت جميله وذكيه جدا وكانت برضه بتحب القرايه زيه، وبعد فتره بتنشا ما بينهم علاقه حب وبيتجوزوا وبيخلفوا بنت صغيره اسمها بيل. ولكن للاسف حياتهم السعيده دي كانت على وشك انها تنتهي، وده لان كان في مشكله كبيره وهي ان روزلاند كانت من عائله بتنتمي لقبيله السحره وهي كانت واحده منهم، وخد بالك ان هي اصلا كانت ساحره ولكنها في العادي ما كانتش بتستعمل السحر بتاعها. المشكله ان في المملكه اللي هم كانوا عايشين فيها الناس كانوا بيتعرضوا للسحره وكانوا بيضايقوهم، والموضوع مع الوقت بدا يتطور، ما بقتش مجرد مضايقات بالكلام، لا ده بداوا يعملوا حملات ويجمعوا السحرة دول ويخطفوهم وبعدها يعدموهم بأبشع طريقة انت ممكن تتخيلها، زي ان هم بيعلقوهم على عمود ويولعوا فيهم وهم لسه احياء. فروزلاند كانت عايشة مرعوبة هي وكل السحرة الموجودين في المملكة، لان ممكن في يوم من الايام حد منهم يتخطف ويحصل له كده. ودلوقتي بقى عندها بنت صغيرة ما بقتش لوحدها، فقررت روزلاند انها تروح تجمع اللي تقدر عليه من السحرة دول، ومن ضمنهم كان واحد قريبها اسمه فريدريك، هو كان برضه من قبائل السحر ولكنه ما كانش بيمارسه، وجمعتهم وراحت بيهم للملك والملكة، اتكلمت معاهم وقالت لهم احنا دلوقتي عايشين مرعوبين، احنا محتاجينكم انكم تعملوا قوانين تحمينا، ما ينفعش ان في اي لحظه حد فينا ممكن يتخطف ويتقتل. وكان الرد بتاع الملك والملكه ومعاهم كمان الامير ابنهم انهم مش فارق معاهم اللي يحصل لهم، بل بالعكس ده الناس كده بتعمل لهم خدمه ان هم بيخلصوهم من السحر الموجود في المملكه. روزلاند بترجع بعدها لبيتها وبتقضي السنين اللي بعد كده وهي عايشه في خوف وقلق من ان هي ممكن في اي لحظه يحصل لها اي حاجه، لحد ما المملكه بيضربها وباء. هم ما ذكروش في القصه هو ايه نوع الوباء، ولكن من الواضح ان دي كانت العصور المظلمه، فده غالبا كان وباء الطاعون اللي قتل تقريبا نص سكان اوروبا، وكان من ضمن الناس اللي ماتوا هم الملك والملكه. فروزلاند فرحت بصراحه وقررت انها تروح بقى وتشوف الملك اللي هيمسك مكانهم ده هيبقى عامل ازاي، فحولت نفسها لواحده عجوزه وجات له في يوم فيه عاصفه ودخلت القصر بتاعه وكلمت معاه، كانت ناويه انها تختبره عشان تشوف هو طيب ولا زي ابوه وامه. قالت له انا محتاجه مكان بس ابات فيه النهارده لان العاصفه بره زي ما انت شايف وانا ست مسنه. فالملك بكل عجرفه وغرور قال لها انت ست كبيره في السن وقبيحه. قالت له طب خد الورده ديت وبيتني عندك النهارده، فطردها وكسر بخاطرها. وهنا بقى هي عرفت ان الملك زيه زي ابوه وامه بالظبط، انسان متعجرف وشرير، وقررت انها ترمي عليه لعنه وتحوله لوحش. وفعلا بعد ما الامير اتحول لوحش حصلت حاجه غريبه جدا، روزلاند اختفت من كل المملكه بدون اثر. جوزها موريس وبنتها بيل فضلوا يدوروا عليها ويسالوا في كل حته ولكنهم ما وصلوش لاي حاجه. وخد بالك ان اختفائها ده وراه سر مرعب احنا هنكتشفه بعد كده قدام. بيل اتربت وكبرت وهي فاكره ان امها هجرتها هي وابوها وسابتهم، وفي يوم من الايام ابوها موريس كان طالع في رحله عمل مع واحد صاحبه اسمه فيليب، وفضلوا ماشيين في الغابه لحد ما وصلوا عند قصر مهجور، والفضول اخدهم ان هم يدخلوا يشوفوا ايه الموجود جوه القصر ده. ولما دخلوا بيطلع لهم وحش ضخم جدا وشكله مرعب، فالوحش بيمسك موريس ولكن فيليب بيقدر ان هو يهرب منه وبيخلي موريس عنده بتهمه التعدي على ممتلكاته. فيليب صاحبه بيوصل بعدها لبنته بيل وبيحكي لها اللي حصل وان في وحش مسك ابوكي ووصف لها مكان القصر، وساعتها بيل بتركب الحصان وبتطلع تجري بسرعه عشان تلحق ابوها، لكنها ما كانتش تعرف ايه اللي مستنيها هناك. فيا ترى بقى الوحش هيعمل ايه في بيل، ويا ترى ام بيل اختفت وراحت فين؟ ده بقى اللي انا هحكيه لك ان شاء الله في الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل فولو ولايك وكومنت عشان الحلقه لما تنزل تظهر لك على طول. رمضان كريم عليكم، معاكم محمود زايد، سلام.